النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدًا وهو إزاي أختار رغباتي وإزاي أكتب الرغبات من 1 لحد 75 رغبة بطريقة صح ومن دون عشوائية أو حاجة تخلّيني أقع في غلط. أول حاجة إزاي أصلًا أجيب الموقع، باكتب كلمة تنسيق تمام، بالاقي أول حاجة موقع تنسيق إلكتروني، باضغط على أول حاجة أضغط هنا دخول الصفحة، بعدين أضغط هنا تسجيل رغباتي. دلوقتي ظهر لي أول حاجة وهي إن أنا أختار بياناتي، بدل الثانوية العامة، بعدين باكتب رقم الجلوس وباكتب الرقم السري. الرقم السري ده بتلاقيه في شهادة اللي أنت خدتها من المدرسة بتاعتك، هتلاقي هنا بيقول لك اكتب من الزراير دي أفضل، ودي طبعًا حاجة خاصة بالموقع. بعدين تكتب الرقم ده اللي هو 309144. بعد ما تملأ الداتا بتاعتك تدوس الخطوة التالية. بيظهر لك أول حاجة الداتا بتاعتك، لازم تتأكد منها إن هي مضبوطة وما فيهاش أي غلطة، رقم الجلوس، اسم الطالب، تاريخ ميلادك، المحافظة والإدارة والشعبة، طبعًا والنوع والديانة، لازم الحاجات دي تبقى مضبوطة تمامًا. بعدين بتختار الجزء بتاع درجاتك، المجموع الكلي والإنجليش اللغة التانية طبعًا واللغة العربية. بعد ما تتأكد إن كل حاجة هنا مضبوطة ما فيهاش أي غلطات، بتدوس الخطوة التالية. بيظهر لك بقى إنك أنت تملى رغباتك. أول حاجة نفترض أنت نفسك تدخل كلية حقوق، تمام؟ تدخل كلية حقوق، هيظهر لك الأماكن المتاحة في المرحلة التانية، لأن في حاجات قفلت في المرحلة الأولى، يعني هنا واضح جدًا إن حقوق القاهرة هي قفلت خلاص في المرحلة الأولى، ما فيهاش أماكن تاني، لكن المتاح قدامي كل الجامعات دي. دلوقتي أنا عايز أو أنا وبارتب رغباتي لازم أرتبها على أساس هتكون ألف ولا ب ولا ج. إيه ده؟ يعني إيه ألف ب ولا ب ولا ج؟ ده المنطقة الجغرافية. ألف دي حاجات قريبة منك جدًا، ب الأبعد شوية، ج دي المناطق البعيدة عنك ومحتاجة سفر أو وقت كبير في السفر. طب دلوقتي أنا عايز أختار حقوق بنها أول حاجة، ينفع؟ تعالَ نجرب. للأسف بيقول لي راجع أولوية الكليات طبقًا لترتيب المجموعات الجغرافية، بيقول لك مش هينفع لأن أنت لازم تخلّص كليات أ الأول، بعدين تخلّص كليات ب، بعدين تخلّص كليات ج. يعني هنعمل إيه؟ هنلاقي حقوق بنها نزلت فهاملاها X تمام، بيقول لي أنت متأكد إنك هتشيل الرغبة دي؟ أنا متأكد. حلو، هاملا حقوق حلوان والّا عين شمس؟ أكتب إيه الأول؟ ده سؤال مهم جدًا. بُص، لو أنت في قسم معين عايزه في حقوق حلوان ومش موجود في عين شمس، تختار حقوق حلوان الأول، تمام؟ لكن أنا قريب من عين شمس، خلاص هاختار عين شمس الأول. طب أنا حابب حقوق حلوان أكتر، حاسس إن أنا عايز أروح حقوق حلوان لأنها أفضل بالنسبة لك، خلاص يبقى حقوق حلوان الأول. يعني أنت ممكن تقارن على حسب المنطقة اللي أنت ساكن فيها، إيه الأقرب منك، إيه الجامعة اللي أنت شايفها أفضل، يعني إيه الجامعة اللي شايفها أفضل، فبالتالي أنت هتختارها. فبالتالي بترجع إنك أنت بتختار حسب ترتيبك وحسب رغبتك في الكليات، لأن الاتنين قريبين منك في المنطقة. تمام، دلوقتي خلصنا ألف، ندخل على ب. تمام، ندخل على ب، سوري، نختار والمنوفية أهو، ونبدأ نكمل. خلصت ب كلهم بعدين خلصت ج. هو كده عمل إيه؟ اختار لي كل ب، تمام، واختار لي كل الج. أنا دلوقتي شايف إن الفيوم أفضل لي ومواصلاتها أسهل وهاروح الفيوم لو جات لي، أطلعها فوق. أنا شايف صدقني إسكندرية أطلعها في الأماكن اللي هي إسكندرية دي ج، فبالتالي أنا هاطلعها مثلًا قبل أسوان. تمام، إسكندرية بالنسبة لي قريبة وأقدر أروحها ومكان إن أنا حابب أروحه. أسوان دي بعيدة جدًا، فمثلًا أنا هاخلّيها آخر رغبة تحت، وأبدأ أرتّب الأقاليم بعناية جدًا، لأن المرحلة التانية شوية قلق، لأنها الكليات يعني متقاربة في المجاميع والأقاليم برضه متقاربة جدًا، فلازم أملى رغباتي من الرغبة الأولى لحد الرغبة ال75 رغبات أنا عايزها، ولو جات لي هاعرف أروح لها. طب دلوقتي أنا عايز حقوق إسكندرية وخايف ما تجيليش مثلًا، تمام، وأنا عايش في إسكندرية، فبالتالي أنت هتقدّم تملى رغباتك صح، ولو جات لك أي كلية تاني، تمام، فبالتالي أنت تعمل حاجة اسمها تقليل اغتراب. يعني إيه تقليل اغتراب؟ يعني أنا عايز ما أبقاش مغترب في مكان تاني، وباقدّم على الطلب ده، وجايز يتقبل وجايز للأسف ما يتقبلش.
لكن في حالة لو ما اتقبلتش أنا باروح الكلية دي وباقعد فيها في حدود سنة مثلًا، أو أول سنة يعني، وبعد كده باشوف إيه الإجراءات عشان أنقل أو أرجع الجامعة بتاعتي. بعض الجامعات بتشترط مثلًا إنك تجيب امتياز عشان تعرف تحوّل أو تجيب جيد جدًا، على حسب الجامعة وإيه شروطها. ممكن تسأل عليها في البداية خالص قبل ما تدخل الكلية اللي هي جات لك، عشان تقدر لو أنت مش هتعرف تسافر أو كده تعمل تحويل من كلية لكلية تاني. كده خلصنا كلية حقوق. مثلًا أنا عايز كلية آداب، تمام، هافكر فيها بنفس المنطق. أنا دلوقتي آداب أسيوط والمنيا الوادي الجديد بني سويف، أكيد في أماكن في قرايب ليّا فيها، أو منطقة أنا عارف إن هي كويسة أو الجامعة بتاعتها ليها اسم، أبدأ أديها أولوية لأن كلهم ج، فبالتالي مش هيقول لي في حاجة في توزيع جغرافي، بس هاختار آداب سوهاج، تمام. بعدين مثلًا هاختار آداب المنيا، تمام. بعديه الوادي الجديد وهكذا، وأبدأ أرتبها على حسب رغباتي، وبكده تكون آداب خلصت. دلوقتي أنا عايز برضه آداب انتساب، وإحنا اتكلمنا إيه الفرق بين انتساب وانتظام، تمام. فأبدأ مثلًا انتسابي بقى متاحة أكتر في المرحلة التانية، ممكن أبدأ أحطها أرتب ب الأول، بعديها أرتب ج، نرجع بنفس المنطق، بنراجع إيه المناسب معايا كمنطقة أو كجامعة أنا عايزها، بابدأ أديها الأولوية، والجامعة اللي أنا صعب أروحها أو مش عايزها أو ما فيش القسم اللي أنا عايزه فيها، بابدأ أديها أخليها في الآخر، زي أسوان مثلًا قلنا بعيدة، فبالتالي ممكن أخليها آخر واحدة تحت خالص، تمام. نفترض مثلًا بورسعيد دي فيها قسم معين أنا عايزه وعايز أدخله، فأبدأ أطلعها وأقربها من رغبات اللي أنا عايزها، تمام. نخليها مثلًا هيقول لي راجع بُص دلوقتي بورسعيد، تمام، ج، فبالتالي هتطلع على الفيوم، لو دوسنا كده هيقول لي خطأ في توزيع جغرافي، لأن بورسعيد دي بُص لو فتحنا كده بورسعيد هتلاقيها ج، تمام، وهتلاقي الفيوم ب، فمينفعش ج تطلع على ب، لازم نخلّص ب كلّها بعدين ندخل على ج، فبالتالي لو حصل معايا كده بابدأ أرجّع وأنزّل بورسعيد تاني وأطلّع الفيوم، وهتلاقيها العلامة اختفت، تمام. بنملى بنكمّل إزاي، إحنا كده خلّصنا آداب، تمام. عايزين مثلًا كلية تجارة، شوف إيه الكليات المتاحة في كلية تجارة، متاح بس تجارة سوهاج فهاكتبها. طب تمام، دلوقتي أنا عايز كلية تربية فنية، خُد بالك من الملحوظة دي، أول ما تدوس عليها بقى هتختار مثلًا حلوان، وتدوس عليها يقول لك لابد من اجتياز اختبار القدرات. في كليات معينة ليها امتحان قدرات، لو أنت ما اجتزتش الامتحان ده فبالتالي ما ينفعش تقدم فيها، لازم يكون اجتزت الامتحان ده اللي هو كان معمول قبل كده نتيجتك طلعت فيه، لو ما طلعش ما تكتبهاش طبعًا، تمام. أول ما كتبتها أهو بيقول لي لابد من اجتياز اختبار القدرات الخاصة، بيأكد عليها عشان لو جات لي وأنا مش عامل امتحان القدرات فما لهاش أي لازمة، وهيدخلني في إجراءات أنا في غنى عنها، تمام. طب دلوقتي أنا عايز معهد، تمام، ومش عارف إيه المعاهد المعتمدة، الحاجة اللي أنا معتمدة من وزارة التعليم العالي، أي حاجة هتلاقيها مكتوبة هنا فبالتالي هي معتمدة من وزارة التعليم العالي. أول ما تختار الحاجة مثلًا كالتالي، تمام، اخترت، هيقول لك دي ميزة حلوة جدًا إن هو بيقول لك السعر بتاعها كام، ولو في أي ملحوظة مثلًا لو في عربي وإنجليش يقول لك العربي سعره كذا والإنجليش سعره كذا، فدي حاجة كويسة عشان تلخّص عليك بحث كتير إنك أنت ما تبقاش عارف المصاريف كام، بتبقى عارفها من موقع الوزارة. مثلًا برضه ممكن معهد عادي للغات، تمام، واختار، هيبدأ يبين لي السعر وأبدأ أملأ رغباتي. طب تمام، فاضل لي رغبات تاني، أبدأ مثلًا أنا عايز كلية إيه تاني، كلية مثلًا خدمة اجتماعية، تمام، حلوان، تمام، وأبدأ أضيف زي ما اتفقنا مش عايز أعيد الكلام تاني، لكن إحنا بنشوف إيه الأولوية وإيه القسم اللي أنا عايزه أو إيه المكان اللي أنا هاعرف أروحه، وأبدأ أرتّب على أساسه، مش باسيب أي حاجة عشوائية وأقول دول آخر 20 مش هييجي لي حاجة منهم أكيد، لأ، ده ممكن ييجي لك منهم حاجة، فبالتالي رتّبهم بعناية كويسة جدًا، تمام. مثلًا أنا عايز كلية تربية، تمام، هالاقي كذا كلية متاحة أهو، كلّهم ج، هاملى عادي وأرتّب نفس المنطق اللي إحنا اتكلمنا فيه، فاضل 10 رغبات بس، تمام، حتى آخر 10 رغبات لازم أرتّبهم كويس. في كلية إيه تاني مثلًا، أنا ممكن كليات أصلًا مش عارف اسمها،
وابدا ابحث عنها. يعني ايه تربيه نوعيه دي؟ تمام. ابدا لو مش عارف يعني ايه تربيه نوعيه في الاسم شدني، ممكن ابدا ادور عليها على اليوتيوب مثلا واشوف ايه هي الكليه دي، مثلا ايه اقسامها، ايه الحاجات اللي ممكن ادخل فيها، طب عين شمس فيها اقسام ايه عشان اديها اولويه في التقديم، ولا اعمل ايه. وبعدين ابدا الف، بعدين ب، بعدين ج، وبكده كنت خلصت ال75 رغبه بتوعي. وبالتالي لو انا حبيت اعدل اي حاجه سهله جدا، فممكن اشيل الرغبه بعلامه الاكس، ممكن انزل الرغبه بعلامه السهم، ممكن اطلعها تاني برضو بعلامة السهم. تمام. كده خلصت رغباتي كلها، ادوس الخطوة التالية. تمام. هيقول لي ايه دي رغباتك، تأكد ان هي مظبوطة. تمام. تبدأ تملأ الداتا بتاعتك، رقم موبايلك، بعدين رقم القومي هتلاقيه في البطاقة او شهادة الميلاد. البريد الالكتروني مش لازم، عايز تكتبه براحتك. تمام. بعدين الرقم السري، بعدين وتدخل الرقم زي ما كان في البداية 3 6 5 1 7 0، بعدين تعمل تسجيل. بعدين بيقولك اطبع الاستمارة والإيصال التسليم. تمام. أول حاجة تأكد إن الداتا بتاعتك كلها مظبوطة، مفيش أي حاجة. خد بالك بقى من رقم الإيصال، خد بالك سجله عندك وشوف رغباتك تأكد عليها. ممكن تاخد سكرين شوت بقى، تصورها بموبايلك، تعمل أي حاجة بعد ما تتأكد من بياناتك. دوس اطبع استمارة وإيصال التسليم. تمام. هيظهر لك حاجة زي كده. هتعمل اللي هو يقول لك منه PDF، تعمل برنت عادي. تمام. بعدين تختار المكان وتسميه مثلا أي اسم. تمام. تعمل سيف، هينزل لك PDF. وبكده تكون كل حاجة خلصت. تمام. انت وقتك خلص، كل حاجة انت عملتها، وتكون رغباتك اتسجلت. ينفع تدخل عليها في أي وقت وتسجل عليها في أي وقت لو انت عايز تغير أي حاجة.